السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتي وفي التيك توك وفي الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك. اليوم راح نعمل معكم أكلة جزائرية معروفة بالباذنجان المدربل، درتها باللحم. شوفوا اللحم كيفاش جا طايب معنا بالفرشيطة بلا كوكوطة. شوفوا، نروحو مباشرة للوصفة. متنساوش تعملونا اشتراك ودعم وبارطاج للقناة. ندير معكم دربل، هذا باذنجان تحبي تقطعيه مدور او طويل كيما هكذا كيف تشوفوا، هذه الطريقة او هكذا. درت هنا الماء والملح، راح نديرو يفور. تقدري تقليه هكذا، تخليه تقريبا نص ساعة في الماء والملح ومن بعد تنشفيه وتقليه، لكن انا راح نفورو يدخلو نصف طياب وبعد نقليه. درتهم باللحم. الوصفة الأخرى راني دايرتها بالدجاج، اللي حاب نخليها لكم في صندوق الوصف. عندنا اللحم على حساب الحاجة، عندنا البصل، عندنا الثوم والزيت هكذا. عندنا قليل من الملح باسكو مرقة بيضاء ما تحتاج بزاف الملح هكذا. ندير شوية كمون، زنجبيل والخردل، توابل الدجاج. تحبي ديري زعتر ديري، تحبي ديري الرامد ديري، هذه هي. وراح نوريلكم طريقة، انا ما درتوش في الكوكوطة اللي ما يطيب لهاش اللحم، نوريلكم طريقة من بعد كيفاش يطيب معاك. اما ديري تمرة او تعملي فنجال تاع السيراميك او زوج فراشط هكذا. درت الخردل، زنجبيل، ونديرو الحمص. هذا هو المدربل الجزائري معروف. كنت عملت لكم بالدجاج، الان راح نديرو باللحم هكذا ونخلوهم يتقلاو مليح معنا. هو بعد ما تقلى معنا مليح نضيفو الماء سخون هكذا ونخلوه يطيب معنا. نعطيكم طريقة اللي ما طيبلهاش اللحم. قلنا تقدري ديري العلفة تاع التمر او زوج فراشط هكذا ترميهم، او فنجان تاع السيراميك تاع زمان، هذا هو سيراميك، تحطيه داخل القدرة ما يطرطق ما والو، راح يطيب لك اللحم زبدة بدون كوكوط. هذا هو الباذنجان بعد ما فار معنا. نديرو حبة بيض، الملح، ونديرو البيض على الباذنجان هكذا هكذا، ونديرو فلاشابلور، خبز المطحون، عندنا خبز المطحون، نديرو مباشرة في المقلاة. هذه هي المقلاة، نديروهم هكذا ونقلبوهم تحمروا معنا مليح. ناخذوا اللون الذهبي ونلحوه
هذا هو الطبق الجزائري اللي معروف بالباذنجان المدربل واللحم والحمص. شوفوا اللحم كيفاش طاب معنا يذوب بالفرشيطة. شوفوا ان شاء الله يعجبكم وتجربوه المدربل. لكم سلام.